هاي جايز. الليلة كنت عايزة أكلمكم عن صفة سلبية كل البشر ما بيحبوها، وهي القسوة. القسوة يا جماعة من الصفات اللي ممكن تخلي الناس تبعد عنك إذا أنت كنت بتتصف بها، سواء كانت هي حقيقية في شخصيتك أو أنت اكتسبتها نتيجة ظروف معينة. القسوة في الرجل يا جماعة ما بتدل على الرجولة وما بتدل على القوة، وإنما هي بتدل على الضعف. كل ما كان الرجل قاسي معناه هو شخص ضعيف من جوا. الرجولة هي قوة، الرجولة هي يعني احتواء، حنية، طبطبة. وإنما القسوة ما من أوجه الرجولة ولا من أوجه قوة الشخصية. القسوة عند المرأة ممكن يكون نتيجة عاطفة جامحة. ممكن المرأة بطبيعتها لأنها عاطفية ممكن تستعمل القسوة أحيانا عشان تحاول تحد من القوة بتاعة العاطفة بتاعتها في بعض المواقف، لما تكون عايزة تعمل ستوب في موقف معين أو في زمن معين، أو ممكن تكون اكتسبتها نتيجة مواقف بتاعة خذلان متكررة خلت الجانب القاسي في شخصيتها يطغى على حنيتها وعاطفتها ومشاعرها، وبقت تستعمل القسوة عشان كدرع حماية لها من الخذلان ومن يعني هجوم الآخرين أو تعدي الآخرين على الخطوط الحمراء اللي في حياتها. فأيا كانت القسوة سواء كانت في الرجل أو كانت في المرأة فهي صفة غير مرغوب فيها، وصفة منفرة، وصفة ما جميلة. وممكن يعني بمرور الوقت انت بتلقى انك انت بتفقد ناس من حياتك نتيجة هذه الصفة، لانه الناس بطبعها بتلتف حول الشخص الحنين، الشخص الهادي، الشخص الما عصبي، الشخص اللي بيطبطب على الناس، الشخص يعني شخصيته قوية وعنده كاريزما، ولكن شنو مغلفة بحنية بليونة. فكل ما كان يعني الرجل كل ما كان حنيته مفرطة بيفقد قوة الشخصية والكاريزما. فلكن لازم يكون في اعتدال، والاعتدال ده يكون حاجة في الوسط، يعني قوة شخصية بحنية بمرونة. أما القسوة والشدة والعصبية فهي صفات منفرة، حتى أقرب الأقربين ممكن تيجي لحظة إنهم ما يتحملوك فيها. وكذلك المرأة بطبيعتها مفروض تكون هينة لينة عاطفية حنينة. كل الصفات دي إذا انعدمت أو هي ما بتنعدم في الأنثى لأنه ده فطرتها، لكن هي بتزحها على جنب وبتداريها بغلاف تغلف به مشاعرها وتعاملاتها بغلاف القسوة، عشان تقدر تاخد حدود لناس هي ما قادرة تعمل حدود لهم. فأيا كانت الصفة بصورة مكتسبة أو هي في طبيعة الشخص، الإنسان لازم يغيرها ولازم يشتغل على الحتة دي، ولازم يحاول يغير الصفة دي فيه لأنها صفة منفرة. وعادي الإنسان يا جماعة لا بيحكم عمر ولا زمان ولا مكان في تغيير شخصيته. كل ما أنت اكتشفت الصفات السلبية في شخصيتك اشتغل عليها وغيرها. ودي حاجة برضو من قوة الشخصية، بإنك أنت تعدل في شخصيتك بمرور الزمن، وكل مرة بتطلع نسخة أحسن منك. فانتبهوا، والقسوة بجد يعني ما في زول بيقدر يتحملها.